اولا انا ما بعرفش اشوف في الاعلام غير زي بتوع كبسوا كبسوا وحط بقى دي على وشك وبلغمط نفسك والحاجات الغريبه دي. رقم واحد في القصيم له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا اكيد عدى علينا الفيديوهات بتاعت كبسوا كبسوا وكفوا ارحب، بعد كده في اخر التحدي تلاقيه بقى راح مغرق نفسه دقيق، ولا رش على نفسه بودره، ولا جاب شامبو وحطه مش عارف مين، ولا كسر بيضتين فوق دماغه، الحاجات المهزأه اللي بنشوفها دي. انا بشوف الاعلام الرياضي او الاعلام بشكل عام في مصر ما يفترقش كتير عن القصه بتاعت كبسوا كبسوا دي. فانا بحس ان هم قبل الهوا او قبل ما يطلع على البرنامج بيقعدوا يتفقوا مع بعض مين هيهزق نفسه اكتر، مين هيطلع يهين نفسه اكتر، مين هيطلع يخلي الناس تتكلم عليه بشكل وحش اكتر، وكل ده عشان خاطر في مصلحه وفي فلوس والترند بيحكم. مهنه الاعلام بشكل عام هي جايه من كلمه اعلام، بقول لك على معلومه هتفيدك، معلومه هي مش عندك، حاجه انت مش عارفها، والمعلومه دي بطبيعه الحال ان هي لازم تبقى معلومه صح. دي حاجه ما حدش قال ان الاعلام معمول عشان يثير الجدل. هو دلوقتي كله راكب الترند، كله راكب الزحليقه، وكله بيتزحلق، فتطلع بقى تخبط في اي حاجه، تطلع تسخن الجمهور ده على ده عشان خاطر الدنيا تبقى حلوه، واللي بيديني فلوس مبسوط واللي بيطلعني ترند مبسوط. فالقصه كلها انا بشوف ان هم زيهم، بس ده واحد محترم طالع لابس بدله وكرافته وطالع علينا على الهوا بيتفرج عليه على قناه تلفزيون، وبس عشان يقول كبسوا كبسوا ويطلع بترندات يضرب كلام فاضي وخلاص على كده. يعني انا ما بقدرش اشوفهم غير كده فعلا. انا بستنى اخر الحلقه ان هم يروحوا دالقين على بعض دقيق، مغرقين بعض بيض، رشين على بعض شامبو، اي حاجه من الحاجات اللي بنشوفها على التيك توك دي. انا ما بعرفش اشوفهم غير كده. الاعلام بتاعنا عشان تاخده بشكل جدي يبقى انت كده بتهزر، عشان خاطر تاخد منه معلومه يبقى انت برضو بتهزر، عشان خاطر تحرق دمك في انتقاده او في طريقه تصليحه يبقى انت بتهزر. لا، هم فاهمين ان الترند هو الصح، بس بيهين نفسه عشان خاطر يركب ترند. طبعا الا من رحم ربي. بس كده، شكرا ليكم وسلام عليكم. بلاش تروحوا عند الناس بتاعت كبسوا كبسوا.